بدون رتوش. مقال كتبه فيصل مصطفى في الأخبار المسائي بعنوان الصين الشعبية. الصين الشعبية دولة عظمى تنتمي إلى العالم الأول المتقدم، وتشكل مع الولايات المتحدة وجمهورية روسيا الاتحادية أحد أضلاع مثلث يقود العالم. الصين التي نجحت وبجدارة في أن تحتل مقعدا في القمة الثلاثية العالمية الكبرى التي تقود البشرية، تتميز بعلاقات وطيدة وطيبة مع مصرنا الغالية. فمصر هي أول دولة عربية وأفريقية تخرج عن الوصاية الأمريكية والغربية، وتعترف بجمهورية الصين الشعبية في مايو 1956، ثم توالت اعترافات الدول المختلفة بها حتى أصبحت الآن تحظى باعتراف العالم أجمع. وكان الموقف المصري هو البداية لحصول الصين على مقعد دائم في مجلس الأمن بالأمم المتحدة، وأصبحت تملك حق الفيتو كإحدى القوى الخمس الكبرى في هذا المجلس، بعد أن كانت تايوان أو فورموزا سابقا هي التي تملك حق الفيتو في مجلس الأمن على مدار عشرات السنين. يعد هذا الأمر أحد الأسباب الرئيسية القوية المتينة للعلاقات الوثيقة الدائمة والمستمرة بقوة وثبات بين مصر والصين الشعبية. وفي كل العهود التي توالت على حكم البلدين، كانت العلاقات نموذجا في النقاء والنجاح والتألق ومراعاة المصالح المشتركة بين الشعبين، حتى اعتبرت العلاقات المصرية الصينية نموذجا يحتذى في العلاقات بين الدول. وفي هذا الإطار جاءت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا للصين الشعبية، حيث حضر المنتدى العربي الصيني المشترك، وهو فاعلية هامة ضمن فعاليات عديدة تشارك فيها الصين على كافة المستويات الدولية والعالمية، حتى أنها أصبحت عنصرا نشطا وقويا ومؤثرا في كافة المحافل الدولية. والصين بجانب أنها مؤيدة دائما وأبدا للحق العربي وداعمة له، بل وأحيانا تستخدم حق الفيتو في مجلس الأمن دفاعا عن القضايا والمصالح العربية، إلا أنها صديقا مخلصا لمصر والأمة العربية ككل، فضلا عن أن الأسواق العربية من أهم الأسواق لديها على مستوى العالم. وإذا كانت العلاقات على المستويين الاقتصادي والسياسي قوية، فإنها أيضا على المستوى العلمي والتبادل التقني والتكنولوجي والمعرفي في أفضل حالاتها. فالصين لا تبخل في تقديم أي مشورة أو جهد علمي سواء لمصر أو لأي بلد عربي، وهي دائما تشارك في خطط التنمية الطموحة دون أي أطماع استعمارية أو استغلالية، وتقدم دائما من المساعدات التي تمكن الدول الصغيرة بالوقوف على قدميها والاعتماد على نفسها، والانتقال من مرحلة الاستهلاك إلى مرحلة الإنتاج. ومن هنا فإنه ليس صدفة أن نقول أن الصداقة المصرية الصينية والصداقة الصينية العربية بشكل عام هي نموذج يحتذى في العلاقات الراقية والمحترمة بين الأمم والشعوب، خاصة ونحن في مصر وفي أمتنا العربية نمتلك علاقات تاريخية قديمة قد تعود أحيانا إلى آلاف السنين مع الصين، لأنها من الدول القليلة في العالم التي تمتلك حضارات ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، مثل الحضارات المصرية والإغريقية والفينيقية والبابلية وغيرها. كل ما نتمناه ألا يتم الزج بالصين في حرب أو معركة استغلالا لمشكلة تايوان، والتي يحاولون من خلالها أن يوجهوا ضربات لها للحد من نهضتها الاقتصادية. ونظرا لأن السياق محدود ولا نستطيع أن نتناول الملف الصيني على اتساعه وشموله، ولكنني أعتقد أنها كانت وستبقى دائما نموذجا مضيئا في العلاقات المثالية النموذجية، أو كما يجب أن تكون بين الدول. مقال كتبه وقرأه عليكم وأعده للنشر فيصل مصطفى.